عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم، ودائما يتجدد اللقاء مع عالم من علماء الأزهر الشيخ أحمد حسين. ابقوا معنا. إذاعة التلفزيون، العلاقات العامة، الصحافة، الإعلام الإلكتروني، يجتمعون فيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع عالمنا الجليل الشيخ أحمد حسين. أهلا بك يا شيخ أحمد. أهلا بك يا دكتور عطية. دايما مشرفنا ومنورنا في قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. اللهم آمين. وما شاء الله عندنا أسئلة كتير جدا جدا جدا، مش عارف نبدأ منين وننتهي فين. نسأل الله أن يتقبل منا اللهم آمين. وأن يعلمنا. بالنسبة للسؤال الأولاني اللي جالنا، هل الإفطار في رمضان يكون أول ما نسمع المدفع ولا عند الأذان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد خير الخلق أجمعين، وقائد النبيين وإمام المرسلين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الإفطار هو أول سماع الأذان، أول كلمة الله أكبر. عندما نسمع الأذان، والأذان المقرب، تمام، الأذان القريب منك جدا، تفطر عليه. يعني اللي جنبه مسجد أول ما يسمع الأذان، وقال النبي محمد عجلوا بالإيه؟ بالإفطار. وأخروا إيه؟ السحور. تمام. أما الناس اللي هي بتحب تأخر بقى الفطار مثلا يقول لك إيه؟ طب ما ننتظر بس، لا لازم نتشاهد، لازم الشهاده، او لازم لا مش هشرب الا لما لازم يخلص الأذان. لازم خالص. لا ده غلط. الصح اول ما يقول المؤذن الله اكبر تفطر على طول. عجل بالافطار كما علمنا النبي محمد وصحابه النبي. لو بتمره انت بقى في الجامع، انت اول ما يأذن الله اكبر تحط التمره في بقك، خلاص عجلت بالافطار. تمام. بالنسبه للقطره، واحد متعود ان هو مثلا او عينيه بتوجعه او عايز يحط قطره، لو حط قطره في العين، هل القطره اول مضمضه بتفطر؟ لا، في اقول لك يا دكتور عطيه، اللي بيحط قطره في عينه ده بيحطها عشان يوجع. اي نعم، بعد حاجه بتبقى الحديد اللي انت عارف، الانف والاذن والحنجره كله مسلك على ايه؟ ممكن تحط قطره في عينك تنزل فين؟ في البلعوق، يعني في عندك في زورك، عشان تنزل على معاك. لا ده هي انت مش حاططها بقصد ايه ان انت تفطر ولا كان، ولا حتى هي من المفطرات اللي انت مش حاجه لذيذه ولا بتاع. ده مر جدا. فاحنا بناخدها ليه اصلا؟ انت بتاخدها عشان علاج كعلاج. لا، السمك سليم وحط قطرتها. ايه تاني؟ قلت لي المضمضه عادي. ما انت احنا بنعمل ايه لو مش بنصلي؟ مش بنضمض بقنا؟ اكيد طبعا. ميه. بس ما فيش واحد بقى ياخدها حلو، يعني حلوه نفس الوقت زي ما كده يتمضمض يشرب. يقول لك عامل لي ريش. عامل لي ريش. بس الجو حلو الحمد لله، ده بفضل الله. طبعا الحمد لله. بالنسبه للطلاب بقى بتوعنا، بعد لنا يجوز للطالب وقت الامتحان يفطر؟ لا طبعا، بل بالعكس، انت تزيد في العباده يلي راح تمتحن، وتزود صلتك بالله عز وجل، صيامك وصلاتك واعمالك في اعمال الخير، تزود صلتك بربنا في الايام بتاعت الامتحانات. اوعى تقول افطر، لا مش قادر، مش قادر. ايه ده؟ انت هتقعد تقرا وثق تماما ان الله عز وجل سوف يعينك ما دمت تطيعه. واحده بعتلنا انها كانت حامل في رمضان اللي فات، وجه رمضان الثاني وما صامتش. هل يجب عليها كفاره؟ ولو كفاره قيمتها قد ايه؟ يعني جه عليها رمضان ما صامتوش، رمضان وهي حامل، رمضان الثاني ما صامتوش. عليها القضاء، تقضي هذه الايام. من الممكن ان تقضيها، مش قادره تقضيها. لو مش قادره تقضيها، الشهر الثاني ده لو كانت فطرته برضه لشيء، يعني لمرض او لغير ذلك، لحمل او رضاعه او كده، فعليها القضاء.
تقضي، ممكن تقضي لهذه الآية. انت مش قادر تقضي، عايزه تطلع كفاره هي، يعني انت عايزه تجيبي من الاخر، يعني انت عايزه تطلع كفاره بس ما ينفعش. انت فطرتي عشان حمل، فطرت على الشهر الثاني عشان مثلا بترضعي او عشان يبقى انا اقول لحضرتك هنا يلزمك الكفاره، والكفاره هي اطعام مسكين عن اليوم، يعني عليك 60 يوم هتطعمي 60 واحد. طب 60 واحد تطعمهم بكام في المتوسط؟ يعني مثلا 10 جنيه. لا خليها 20 جنيه يا دكتور. لا المتوسط مثلا 10 جنيه. مش هجيب علبة كشري بس؟ ما علبة كشري ب 10 جنيه مثلا. معاها رغيف. معاها كده عشان برضه يعرف ياكل. تمام. فقالوا 20 جنيه. تمام. يعني بالنسبة للفرد قول 20 جنيه. قول 20 جنيه. يعني مثلا 600 جنيه. مش كتير. ده الشهر الواحد صح؟ تمام. ال 60 يوم. 60 يوم لا ال 30 يوم في 20 يبقى ب 600 جنيه. يبقى 1200 جنيه. 1200 جنيه كله. بارك الله فيك يا شيخ احمد. بالنسبة للصوم، هل هناك أعذار للصوم؟ نعم. لعدم الصوم يعني ما تقدرش تصوم يعني. مثلا في ناس بيشتغلوا، هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مريض أو على إيه؟ أو على سفر. طيب مريض عنده مرض، جائز إن هو إيه؟ ما يصومش، وبعد كده يقضي هذه الأيام عندما يشفيه الله عز وجل. خلاص كده. مسافر بيفطر وبعد كده يقضي الأيام. طيب في إيه تاني؟ قال لك العمل الشاق يا دكتور عطية. في ناس بتشتغل عمل شاق قوي جامد، ما يقدرش يصوم وهو في الشغل ده، وما يقدرش برضه يقعد من الشغل، فاضطر ان هو يفطر. يبقى عليك تلزمك الايه؟ تلزمك الكفاره، تطعام مسكين زي المسافر وزي المريض. تمام. حكم بقى من صام ولم يصلي. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. والصلاة أول ركن من أركان الإسلام. تمام. فكيف تتركها وتصوم؟ إزاي يعني أنت صايم أهو، أنت عايز ربنا يتقبل منك. طب إزاي ربنا مش هيتقبل منك؟ لأنك بعدم صلاتك خرجت من الملة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا دكتور هتشوف الكلام ده مهم قوي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ تارك الصلاة كافر. بس العلماء لما جم يفسروا الحديث قال لك لو هو تارك الصلاة كسلا، ولكن عندما تسأله عن الصلاة يعلم أنها فريضة لا ينكرها، ولكن من تركها ناكرا لها ومفيش صلاة يبقى ده كافر. يعني اللي هو بينكر أساسا الصلاة مش مقتنع بيها، يعني مش يعني موضوع الصلاة بالنسبة له ده مفيش أساسا. لا مفيش أساسا يعني ده كافر. لكن هو في مسلم مش جاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى أو سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى أو سرق. قال وإن زنى أو سرق يا رسول؟ قال إن زنى أو سرق رغم أنف أبي ذر. فهو مسلم ما خرجوش من الملة لو ترك. لكن الحكم هنا إنه يصوم وما يصليش لا يتقبل الله عز وجل منه الصيام. ما الحكم بقى من لا اللي بيصوم ولا اللي بيصلي؟ طبعا هو فاسق وحرام عليه ويجب أن يعود إلى الله. ده حرام على نفسه. ويستغفر الله عز وجل. فهو هنا يرتكب كبيرا من الكبائر، تاركا للصلاة تاركا للصيام، يرتكب كبيرا من الكبائر. بس هنا بنقول عليه مش مسلم؟ لا مسلم برضه، بس يرتكب كبيرا من الكبائر. ترك الصلاة، ترك الصيام، فأصبح قلبه جاحدا. حكم اللي بقى احنا سيبنا بقى دلوقتي اللي ما صام وما صلاش، واللي ما صام ولا اللي صام وصلى. دلوقتي بقى حكم بقى اللي بيصوم ويصلي. الله.
أولئك هم الصديقون. نسأل الله عز وجل. اللهم آمين. هناك من يصوم ويصلي وترد عليه صلاته وصيامه، وهناك من يصوم ويصلي ويتقبلها الله عز وجل منه. فصام وصلى بنية خالصة لله عز وجل. إن المنافقين الذين يراؤون الناس وما يذكرون الله إلا قليلا. يعني يذكروا الله إيه؟ يراؤون الناس، يعني عايز الناس تشوفه بس هو بيصوم وبيصلي، ما يذكروش ربنا إلا إيه؟ قليل قوي جوه نفسه. لكن عايز الناس تشوفه راح يصلي بيصوم، هو عايز الناس تقول عليه كده. زي اللي رايح يحج عايز الناس تقول عليه حاج. هنا بقى النية يا دكتور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. والحديث ده يا دكتور عطية على راجل اسمه مهاجر أم قيس. فأم قيس أسلمت فعايزة تهاجر مع النبي. التاني عايز يتجوزها لسه ما أسلمش، فقالت له هاجر وادخل الإسلام. عايز تيجي هاجر معايا خش الإسلام. فحتى النبي محمد لم يصرح في الحديث أو رواية الحديث باسم الرجل حتى لا يفضح، فسموه مهاجر أم قيس. ليه بقى؟ نيته كانت إيه؟ أم قيس. هو مهاجر مع النبي بس هو نيته مين؟ وراها. عايز أسلم. الكلام ده كله عشان مين؟ عشان أم قيس. تمام. بنختم الحلقة بتاعتنا. حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر. من غير عذر. لو تركه جحودا وإنكارا فهو كافر بركن من الأركان أو بشيء معلوم من العلم من الضرورة. خلي بالك، تركته جاحدا تركته ناكرا فأنت هنا كافر بهذه الفريضة، وإن كفرت بهذه الفريضة التي جاء الله عز وجل بها في كتابه وجاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته فهذا كفر بين. لكن تركتها أنت لا تستطيع أن تصوم، تعب غير ذلك لا حرج عليك، لكن إن أنكرتها فكما قلت لك يعني من غير عذر ده مشكلة كبيرة جدا. ده بيهدم ركن من أركان الإسلام. طبعا. زائد يا دكتور عطية بيبقى فاطر ويفطر قدام الناس في الشارع. أنا بستعجب من المسلمين، لو تبص لإخواتنا المسيحيين تلاقي كيس ياكل قدامك. حقيقي. أهل الكتاب حقيقي بيكسوا ياكلوا قدامنا ويشربوا قدامنا. صح. وأنت يا مسلم قاعد ماسك الحاجة الساقعة في الشارع والبسكويت وتاكل قدام الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. يمشي بالسجارة علنا ويمشوا السجارة علنا. مع إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمع عليه يا دكتور عطية كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني كل الأمة معافى إلا مين؟ المجاهرين اللي بيجهروا بالمعصية. ليه بتجهر بالمعصية؟ أنا بستعجب. تلقى يعني إخواتنا المسيحيين وهم ما لهمش صيامنا، لا ومع ذلك يخاف على شعورك وإحساسك وما يرضاش ياكل عيش قدامك. طب وأنت يا مسلم إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وبكده تكون انتهت حلقتنا. بشكر الشيخ أحمد حسين على وجوده دايما اللي مشرفنا في القناة ومشرفنا في البرنامج بتاعي، ودايما أنا سعيد بيك وسعيد بوجودك دايما معايا. الله يخليك يا رب. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وانتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.